كتير مننا بيطمح ان بشرته تكون كلها اشراقه ونضاره وحيويه، بمعنى اصح بشره منوره. بشره منوره يعني روتين صح لنوع بشرتنا، واهم حاجه في الروتين الصح هو ازاي اصلا اقدر احدد نوع بشرتي. ولو انت عايزه تعرفي ازاي تحددي نوع بشرتك فانا بنصحك وبشده ان انت تشوفي الفيديو اللي هيظهر في الاي دي على الشانل اليوتيوب، او لو انتم على الفيسبوك هسيب لكم اللينك في الكومنتس. ولان بشرتنا بقت بتتاثر بعوامل كتيره زي التقدم في السن والشمس الحارقه والضغط النفسي، فاصبح ضروري ان احنا جوه الروتين الاساسي للبشره بتاعتنا ان احنا نستخدم كريم او سيرم يزود من نضاره البشره واشراقتها، بمعنى اصح عشان تظهر ببشره منوره. وعلشان تقدري تحددي بشرتك محتاجه اي نوع سيرم او كريم فانا بنصحك برده وبشده انت تشوفي الفيديو اللي هيظهر في الاي دي على شانل اليوتيوب، وهسيب لكم اللينك برده في الكومنت. فيديو النهارده هيكون استكمالا لسلسله المنتجات اللي معانا ومش علينا بس، الخاصه ببدائل المنتجات المقاطعه اللي ليها دور في بشره منوره، اللي عاده المنتجات دي هتكون خاصه بمنتجات الكولاجين، منتجات فيتامين سي، منتجات الهيالورونيك اسيد، منتجات الريتينول، منتجات احماض الفواكه. كل المنتجات دي ليها دور قوي في اشراقه ونضاره البشره. الشركات اللي المفروض نقاطعها هي الشركات دي. اما البدائل اللي هتكون معانا هي بدائل شركه ايفا، ديرماتيك، انفينيتي، كولاجرا، فينتامور، ازها، ستارفيل، وسكين ساي. اول بدائل معانا هي بدائل منتجات فيتامين سي. فيتامين سي يعني هيعالج الشحوب والاسمرار البسيط الناتج عن تصبغات الشمس، وهيدي نضاره وهيحفز انتاج الكولاجين. اول بديل معانا هو سكين ساي. سكين ساي بيتميز ان فيتامين سي تركيزه 10%، ومعاه فيتامين اي اللي هيدي ترطيب، ومعاه فيروليك اسيد هيحافظ على فيتامين سي ان هو ما يتكسرش، والمنتج ده امتصاصه سريع وريفيوهات الناس عنه كانت كويسه. تاني منتج معانا هو ستارفيل. ستارفيل فيه فيتامين سي برضه تركيزه 10%، فيه لوكريش اكستراكت ودي حاجه هتدي تفتيح وتزود النضاره. ثالث منتج معانا هو ازها سي سيرم. ازها سي سيرم ده منتج مصري وكانت ريفيوهات الناس عنه كويسه، وبرده فيه فيتامين سي وحاجات هتزود الترطيب. اما رابع بديل معانا هو بديل ديرماتيك. ديرماتيك بيتميز ان فيتامين سي تركيز 10%، وفيه كولاجين وفيه هيالورونيك اسيد، دي كلها حاجات هتدي نضاره وهتشد البشره. قوامه خفيف، امتصاصه سريع، ليه ريحه بسيطه بس مش هتاثر على البشره ولا هتسبب لها حساسيه. خامس بديل معانا هو انفينيتي. انفينيتي فيتامين سي بيتميز ان فيتامين سي تركيزه عالي جدا 15%، وده كان اعلى اصلا من كل المنتجات اللي ذكرتها، وده كانت ريفيوهات الناس عنه كويسه جدا ومن الحاجات اللي ثبتت نفسها جدا في الماركت. واخر بديل معانا هو كولاجرا فيتامين سي. ده منتج مصري وريفيوهات الناس كانت عنه كويسه. وكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده عن بدائل المنتجات المقاطعه الخاصه بفيتامين سي. ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر اكتبوا لي في الكومنت.